التسامح مش فريضة، التسامح مستحب. ليه؟ لأن مش كل الغلطات اللي بتتعمل فينا صدرنا قادر يستوعبها. في غلطات بقول لك لو سمحت سامح فيها، بالذات لو ناس مقربين، وغلطات يومية طبيعية في سخافة المعاملة. لكن في أزمات ومظالم كبيرة ربنا خلق أو جعل الفصل بين العباد يوم القيامة عشان المظالم دي. فلو مش قادرة تسامحي يا صاحبة السؤال يا ريهام، مفيش ملام عليكي ولا يقلل من ثواب عبادتك، بس راجعي نفسك. لو قادرة تسامحي كان بقى، مش قادرة يعني ربنا يقدرك، وما تقفليش قلبك انك يمكن تسامحي في المستقبل. وهقول لريهام حاجة، وهقول لكل اللي بيسمعني حاجة. مسألة التسامح دي، الحياة عاملة زي السواقة. طول ما انت ماشي في ناس هتكسر عليك. لو انت مركز وعندك مشوار مهم وبتسمع حاجة كده بتعلمك حاجة فمركز معاها في العربية، لو حد كسر عليك انت ما عندكش وقت تقف وتشد بالعربية معاه وتيجي وتوقفه وبتاع وتبص له او ترد عليه وتشتمه. عندك حاجات مهمة بتعملها، وعندك حاجة مهمة بتسمعها مش عايز تفصل عن اللي بتسمعه، وعندك مشوار مهم يومك في ربنا سبحانه وتعالى، فما عندكش وقت قوي للي كسر عليك ده. لان في ناس بتنزل من بيتها حاطط عصاية في العربية، هو عارف انه هيتخانق حتى لو بيسمع قرآن، بس العصاية معاه في العربية عشان وهو بيسمع قرآن لو حد بيضرب حد العصاية معاه، فهو نازل من بيته اصلا متشرس ويتخانق، يقفل القرآن وينزل يتخانق ويرجع يسمع قرآن تاني بعد ما عور واحد. وفي واحد تاني سايبها كده، والله الدنيا كانت حلوة كان بيها، حد هيتخانق معايا هفشفش دماغه، فانه تبع كأنه نازل كده تبع اللي يحصل. الدنيا حلوة هبقى حلو، الدنيا وحشة هبقى اوحش واحد فيها، فهو خاضع للأحداث. لا يا عم، يا عم احنا ورانا آخر. فيا ريهام يا صاحبة السؤال، ربنا يشغلك بما خلقك له، ويصرفك عن الناس اللي بتشاين في الخناقات، بتلمع في الخناقات. ولو لقيتي نفسك قادرة تسامحي سامحي، عشان قلبك ما يبقاش موجوع. لأن لما البني آدم بيسامح ربنا بيسامحه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.